وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحن مع جمعنا هذا المبارك المصلين في جامع الرحمن في ترمانين وتلعادة حي الزهور نقف بعد صلاة الجمعة بصيامنا وبصدقنا إن شاء الله، معلنين وقفة واحدة ورأيا واحد مع ديننا الحنيف. نحن مع دين الإسلام، ولن نرضخ ولن نترك هذا الدين حتى آخر قطرة دم منا جميعا. نقف إن شاء الله هذه الوقفة من أجل ديننا دين الإسلام، ومن أجل دفاعنا عن أبنائنا وإخواننا المجاهدين، ومن أجل دماء الشهداء التي أزهقت، ومن أجل إعلاننا الواضح الصريح عداوتنا للنصيرية ولكل من يقف حاجزا ضد دين الإسلام وضد ثورة أبناء أهل الشام المباركة. فنحن مستمرون بثورتنا إن شاء الله. لقد انتصرنا على الطاغية، إلا أن الفلول لم تنتهي بعد، وما زلنا مدافعين عن ديننا وعن دماء شهدائنا. وهذه الثورة ستنتصر بإذن الله، لأنها ثورة حق، ولأنها ثورة الإسلام. والإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. فالإسلام سينتصر بإذن الله، والإسلام إن شاء الله سيكون في حالة عز في أرض الشام. أسأل الله أن يوفقنا جميعا أن ندافع عن هذا الدين وعن هذه الأرض المباركة، وأن ندافع عن دماء شهدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على إمام المجاهدين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.